السلام عليكم في قناة أنير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير أو بصحة جيدة دائما يا ربي. بالنسبة للفيديو ديال اليوم كما كتلاحظوا غادي نديرو لينيم بواحد الحشوة رائعة بمذاق السمك. كنتمنى أنكم تتبعوا هذا الفيديو حتى الاخر. من طبيعة الحال كالعادة إلا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، التعليق ديالكم اللي كتفرحني، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وحبابكم تعم الفائدة. ندوز دابا للطريقة والمقادير في نفس الوقت. اول حاجه غادي نصيبها هي الشرموله اللي غادي نتبل بها هاد الحشوه ديالي. في واحد الاناء غادي نوضع القزبر المعدنوس اللي قطعتهم رقيق كما كتلاحظوا. كنحك عليهم 3 ديال الثومات، كنضيف تقريبا معلقه صغيره ديال الكمون، نص معلقه صغيره ديال الابزار، نص معلقه صغيره ديال الحرقوم البلدي، ونص معلقه صغيره ديال التحميره. هنا كنضيف واحد المعلقه صغيره مع عمرة ديال الملحه، وكنضيف عليهم واحد 4 معالق ديال الهريسه اللي كتبقى اختياريه. هنا كنضيف هاد الصوص صويا، كنضيف تقريبا واحد المعلقه كبيره، وكنضيف واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون. كنخلط هاد الخليط ديالي مزيان. هنا ما درت الحامض، عصير الحامض اللي يمكن لينا نضيفوه، انا هنا ما ضفتوش حيت وضعت الصوص ديال الصويا. الا ما كانتش متوفره يمكن لكم تستعملوا عصير ديال الحامض. كنخلط هاد الخليط ديالي مزيان كما كتلاحظوا. كندوز هنا كنحط اناء كنوضع فيه الشامبينيون الاسود او الفلفل الاسود، وهنا كنوضع الشعريه الصينيه. كندير عليهم الماء الساخن اللي وضعت فيه واحد الضامه ديال السمك الا كانت متوفره. في هذا الماء وضعت واحد الضامه ديال السمك وغليته مزيان كما كتلاحظوا، وغادي نديرو لهاد الشامبينيون وغادي نوضعو لهاد الشعريه الصينيه ونخليهم على جنب. هنا غادي ندوز باش نصيب الحشوه ديالي. هنا في واحد المقلاة كنوضع تقريبا واحد المعلقه ديال زيت الزيتون ومعلقه ديال زيت المائده. كنوضع فيها الصدر ديال الدجاج اللي قطعته رقيق كما كتلاحظوا، وغادي نوضع عليها واحد البصله اللي قطعتها كذلك رقيق. هنا غادي نحط عليهم واحد المعلقه ديال التشرميله اللي كنت شاركت معكم في اول ديال الفيديو، وغادي نخليو هاد الصدر ديال الدجاج والبصله يتحروا لينا مزيان. هنا من بعد ما تحر لينا الصدر ديال الدجاج مع البصله كما كتلاحظوا وضعته في واحد الاناء، وهنا في نفس المقلاة غادي نوضع معلقه كبيره ديال زيت المائده ومعلقه كبيره ديال زيت الزيتون. غنضيف عليهم 2 خيزوات اللي حكيتهم في الحكاكه الرقيقه كما كتلاحظوا، وغادي نضيف عليهم واحد الفلفله اللي قطعتها كذلك مربعات صغار، وغادي نضيف ليهم شامبينيون نواغ او الفلفل الاسود. من بعد ما درنا ليه الماء السخون ولا لينا على هذا الشكل هذا وقطعناه صغير. كنضيف 2 معالق ديال الشرموله اللي كنت صيبت في الاول، وكنخلي هذا الخليط ديالي يتحر لينا تقريبا واحد 3 حتى 5 ديال الدقائق. من بعد ما تشحر كنضيف ليه الشعريه الصينيه اللي قطعتها صغيره كما كتلاحظوا، وكنضيف ليه الكميه ديال الشرموله اللي بقات ليا في الاول. كنضيف لهم الزيت المقطع كما كتلاحظوا صافي، وكنخلي هذا الخليط يتحل لينا تقريبا واحد 2 دقائق حتى 3 دقائق، لان كل المكونات طيبه غير باش تشرب لينا الشعريه الصينيه المذاق ديال هاد الخضر اللي وضعت هنا.
هنا كنضيفها على صدر ديال الدجاج او البصله اللي شحرتهم، وكنخلط الخليط ديالي. كنضيف عليه الثوم. انا تقريبا هنا وضعت 2 علب ديال الثوم، يمكن لينا نديرو 1 العلبه صافي. وكنحركو هاد الحشوه مزيان. هنا كنجيب الورقه، انا هنا طويتها على 2 وكنقطعها على هاد الشكل هذا كما كتلاحظوا. كنقطعها على 4، يعني غادي نقطع النص، نقطع على النص، ومن بعد هذاك النص غنقطعوه على 2 باش يعطينا الربع كما كتلاحظوا في الفيديو. هنا كنهز الورقه ديالي كما كتلاحظوا، الربع ديال الورقه. دائما الواجهه اللي حرشه هي اللي كنديرو في الداخل. كنحاول انني ندهنها بالزيت. بالنسبه للناس اللي غادي يقليوها ما يحتاجوش انهم يدهنوها. بالنسبه لي انا غادي ندخلها للفرن، كتجي بحال الا مقليه ولكن بدون زيوت. غادي نحاول ندير تقريبا 1 المعلقه ديال الحشوه، وغادي ندور على هذا الشكل هذا كما كيبان في الصوره بطريقه سهله. معكم وحده اخرى. دهنت الورقه ديالي من طبيعه الحال بشويه ديال الزيت، وضعت الحشوه وغادي نطوي على هذا الشكل هذا طريقه سهله صافي. ما كنحتاجوش اننا نسدو ليها، ندهنوها بشويه ديال الدقيق والماء باش تسد لينا، يعني هي كتسد راسها. لينيم ديالنا من بعد ما كملناهم كندهن الطاوه بشويه ديال الزيت، اولا كنوضع الورق ديال الزبده. كندخلهم للفرن على درجه حراره 180 درجه. كيكون الفرن خدام من الفوق ومن التحت حتى يتحمروا لينا وليو لينا على هذا الشكل هذا. كما انكم يمكن لكم انكم تقليوهم في الزيت. كما كتلاحظوا لينيم ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، خصوصا هاد الحشوه كتجي جد رائعه. واللي عجبو الفيديو ما ينسانيش من اللايك ديالو، التعليق ديالو اللي كيفرحني، ويبارطاجي الفيديو مع صحابكم وحبابو تعم الفائده. وشكرا لكم على المشاهده.